بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم عن جايب لك النهارده 5 طرق تشتري ازاي موبايلات من بره مصر. يعني انا مثلا ناس كتير في الفتره الاخيره بدات تسالني ازاي بتشتري موبايلاتك من بره مصر. ازاي مثلا لو انت موبايلك باظ، شاشه الاس 23 الترا عامله 16000 جنيه مع تركيبه هتوصل ل 19000 جنيه، نص سعر الجهاز. هل في طريقه تانية ان انا ضربت لك مثلا عايز 23 الترا، خد بقى مثلا على الايفون 16 برو ماكس، لو جيت جبت الموبايل البطاريه بتاعته هتروح التوكيل يقول لك 7. فلازم نشوف حل للمسرحيه الهزليه دي. ازاي؟ انا موبايلي اتكسر برضو، فلما جيت سالت في التوكيل قال لي 8. جيت سالت على الباغه قال لي الباغه بس 2000 ونص. في طريقه ارخص؟ في طريقه ارخص هخليك تصلح موبايلك بربع السعر. في طريقه ارخص ان انا اشتري موبايل من بره ويجي لي لحد باب بيتي في مصر. في 5 طرق ان انت تشتري موبايلات او اكسسوارات او اي حاجه من بره مصر. انا بحبكم كتير وناس كتير جدا وحشتوني كتير وناس كتير طلبت مني الفيديو ده، فانا ما اتاخرتش عليكم. بنزل البوست امبارح عشان انا ملاحظ انت عايز ايه، بتحب ايه، نفسك في ايه وبعمله لك. نزلت البوست امبارح لقيت فيه تفاعل كتير جدا، طلعت اعمله لك النهارده عشان بحبك. طبعا النهارده انا جايب لكم 5 طرق ازاي تشتروا موبايلات او اكسسوارات او قطع موبايلات من بره مصر اصليه. لان السوق في مصر هنا ممكن مثلا جايب موبايل من بره او جايب موبايل ريد ماجيك 10 برو والشاشه اتكسرت مش موجوده في مصر. اعلمك ازاي تجيبها وتروح للراجل ياخد منك 500 جنيه على التركيب. اشرح لك كل ده بالتفاصيل وجايب لك 5 طرق بس. انا 5 طرق دول بثق فيهم وبجيب منهم شخصيا، بس كل واحد بيشيل قرار مسؤوليه الشراء بتاع نفسه. يعني انا طلبت وكانت الدنيا كويسه معايا، انا مش بغصبك ان ان انت تشتري من مكان معين. لما باجي اعمل انبوكسنج لاي حاجه القرار الاول والاخر ليك. لما باجي دلوقتي ارشح لك 5 اماكن هعلمك ازاي تطلب وانت عاوز تطلب اطلب. حصلت معاك حاجه انت بتشيل بقى مع نفسك المسؤوليه دي. انا خارج مسؤوليتك انت في الشراء، مش بضربك على ايدك واقول لك اشتري. انا بعمل انبوكسنج وبفيدك. اللي هو ايه؟ الشاشه بيقول لك عامله مثلا 23000 جنيه بالتركيب او 19000 بالتركيب، اجيبها لك ب7 وتدي له 500 تركيب. وحصل معايا الموقف ده وانا هحكيه لك. وقطع غيار اصليه من مواقع رسميه. قبل كل ده لايكك وفولو وصلي على النبي. هات لو الشيء بتاعك تعالى معايا. بص هحكي لك قصتي عشان تستفاد منها وتتعلم منها. انا جبت موبايل موتو جي 50 فيوجن عامل 18000 جنيه، والموبايل ده الشاشه بتاعته اتكسرت. فناس كتير كانت شمتانه في الموضوع ده. ناس يعني في مصر هنا في ناس حقوده وفي ناس غلاويه وفي ناس صفراويه وفي ناس محترمه وفي ناس كويسه، ما يعرفوش ان دي حكمه من عند ربنا ان انا واحد زيي قادر ان انا ادفع القسط او قادر ان انا اجيب موبايل بالقسط. رحت جبت الموبايل ده فشاشته اتكسرت، فخليت 1000 واحد كانوا رايحين يجابسوا بفلوسهم هيجيب موبايل لبنته او يجيب له موبايل لابنه او هيجيب مثلا موبايل ليه اخر فلوس في جيبه، يعني بيحوش طول عمره عشان يجيب الموبايل ده، او هيحرم نفسه ان هو يدفع قسط 30 شهر. فهم مش فاهمين كده، كانوا شمتانين في الجزئيه دي. الموبايل ده بقى اتكسر كان عامل 8. رحت للتوكيل، التوكيل كان عامل 8. دخلت على علي اكسبريس ماشي، لقيت الشاشه اصليه بالشحن لمصر عامله 2000 ونص. هينزل لك على الشاشه دلوقتي. وشاشات درجه تانية يعني مش اصليه بتبدا من 1000 جنيه. طب ازاي؟ توكيل باسعاره المبالغه ان هو عاوز يديني الشاشه. وجيت كلمت ناس كتيره جدا متخصصه في الباغات، لقيتهم بيقولوا لي باغه اس 23 الترا بس عامله 5 و6، باغه موبايلك بس عامله 2000 ونص بالتركيب باغه بس. طبعا انا بصراحه السوق ده من كتر ما انا خدت منه مواقف ودروس ما بصدقش في حد خالص. تقول لي صدق سامسونج، اقول لك ما صدقش سامسونج غير لما اشوفه واجرب بعيني. تصدق الناس اللي بتوع الموبايلات هو مالوش غير مصلحته. فانا دخلت قال لي 2000 ونص، بحثت على نفسي على الشاشه لقيت على علي اكسبريس عامله 2000 ونص. دخلت كلمت البايع قال لي دي اوريجينال وبتوصل لك بواحد 2 3 4. لو ما وصلتلكش بالكلام ده ممكن نرجع لك فلوسك في 14 يوم. البايع طبعا كان عاوز ياخدني لسكه تانية. كل الكلام اللي انا بقول لك ده نصايح تشتريها على مثال علي اكسبريس. بعد كده هنتكلم على باقي الطرق. علي اكسبريس البايع كان عايز ياخدني في سكه تانية ان هو يقول لي ابعت على الويشات والكلام ده. لما تيجي تكلم واحد على علي بابا هتشتري او علي اكسبريس كلمهم في المحادثه بتاعت الابلكيشن
ولازم أن يكون فيرفايدد وتخش تقرا. يعني مثلا ايه؟ لازم يكون شريك في بيع من 5 سنين ل 10 سنين على الابلكيشن. ما تجيش تقول لي اختار اكسلنت او فيري جود او الكلام ده، لا، خليه فيريفايدد عشان تضمن فلوسك. كان بيقول لي نتكلم على الوشات، قلت له لا، هنتكلم في المحادثه دي عشان لما يجي الدعم يراجع لو بعت لك شاشه مضروبه او بعت لك حاجه مضروبه. الشاشه دي هي التوكيل بياخدها مننا ب 2500. ازاي بقى التوكيل عايز يحاسبني عليها؟ وبتاع الصيانه اشهر بتاع صيانه في مصر عايز يحاسبني عليها الباغه ب 2000 ونص. اللي هو ايه؟ لو الشاشه اتكسرت تاخد بقى، او لو هعمل الباغه والشاشه هاخدها ابيعها يبقى انا كسبت من وراك مرتين. هل ده ينفع؟ التوكيل بيقول لك ان التوكيل بيقول لك ان الشاشه ب 8 بتتباع في العتبه او في اسواق الجمله ب4، بس هتفتحه وتبوظه بره التوكيل. واللي هياخدها، طب قلت الانضف واحد بتاع صيانه هتاخد كام على تركيب الشاشه؟ قال لي هاخد 500 جنيه. تقعد بقى تقرا التقييمات بتاعت البائع ده، لازم أن يكون فيرفايدد، وتقرا التقييمات وتشوف اتكلم مع الناس ازاي ورد على الناس ازاي. بعد كده بتبدا تدفع بالفيزا. بعد ما بتدفع بالفيزا حاجه بتجيلك في خلال 14 يوم، ودي طريقه مضمونه بنسبه 90%. طب انا مش عاجبني علي اكسبريس، نضرب مثل تاني على ايفون 16 برو ماكس. طبعا احنا في مصر انت مقتدر قادر ان انت تدفع، ماشي، في غيرك قادر ان هو مش هيدفع. طب انت قادر ان انت تدفع، تلاقي الناس بتنصب عليك. سي مثلا يبيع لك رغيف العيش ب 15000 جنيه وانت راضي؟ لا، حتى لو معاك فلوس ربنا يحاسبك على الكلام ده. انا بتكلم عن الناس اللي قادره واللي مش قادره. الشاشه، البطاريه والشاشه اس 23 الترا عامله 19000 جنيه بالتركيب. طب ليه؟ طب ما انت تطلبها هتجيلك اصليه ب5 5000 جنيه اصليه من سامسونج في الصين، من توكيل سامسونج في الصين. ودي الجزئيه اللي هننط فيها بعد كده. الاصليه بنسبه الحاجه المضمونه بنسبه 100% ان انت تخش على ايفون العالميه، سامسونج العالميه، وان بلس العالميه، هونر العالميه، بيبي كيل العالميه، كل دي عامله مواقع عالميه وبتبيع. بطاريه باظت او التشارجر باظ، هتلاقي التشارجر موجود على ايفون يتشحن لك لباب بيت مصر، عامل بالكابل 1800 بالكابل. تيجي بقى هنا احنا يقول لك ايه؟ الكابل بس في التريد لاين ب 2000 والراس ب 2200، ادي 4200 جنيه عشان شاحن. دي فكره محمد مصطفى ان هو لما بيجي يختار لك شاحن بيختار لك شاحن اصدار قديم شويه. يعني مثلا يقول لك ايه؟ الشاحن 45 واط لو ليسنتي اللي بيأخر ده عامل 2200. انا بجيب لك شاحن اصدار 2024 شغال، 2023 شغال مع الناس بقاله سنتين ب 1000 جنيه بالكابل. فاهم دماغي؟ ان انا بوفر لك، انت ببني ثقه معاك وبوفر لك. خش بقى على موقع ايفون، عايز تشتري بطاريه، دي مضمونه بنسبه 100% تحصل على قطعه الغيار الاصليه بتاعه الجهاز او الموبايل الاصلي. ناس كتير بتطلب، مش بتشوف ريفيوهات ناس عالميه يقول لك لينك الشراء تحت في الديسكربشن، هونر العالميه، اطلب وهيجي لك لحد عندك. طبعا هنخش الجزئيه ثانيه هي امازون العالميه. بص، عن تجربه شخصيه معانا شخصيا، امازون دي احلى شركه تشتري منها في مصر وبره مصر كخدمه عملاء. بس في ناس بتشتكي منها، الناس دي بتتسكلن وبتستلوح وبتستعبط، بترجع كتير. لو انا واحد من الناس جبت الجهاز جربت 14 يوم، هم عاملين كده في كل حته في العالم. اي حاجه تفتحها تجربها ترجع في خلال 14 يوم لو انت غيرت رايك وعاوز ترجعها. امازون بقى عامله تجربه 14 يوم، من حقك ان انت تجرب المنتج 14 يوم وتجربه بعنايه. يعني مش تروح ترمي الموبايل وتكسره او ترمي الشاحن وتكسره او وتيجي تقول لهم رجعهولي، او السماعه. لا، مش تفضل ترجع عمال على بطال. لا، الحاجه فعلا لو فيها مشكله هيرجعوها لك. طب ما فيهاش مشكله هيرجعوها لك مره واحده، بعد كده هيعملوا لك بلوك وتخسر الفلوس اللي في حسابك. امازون شركه عالميه، من احسن شركات اتعاملت معاها في مصر ومن بره مصر في الشراء. بتحط في فيستك بتشتري، عارف انت بتشتري منين. احسن شركه عملاء في مصر امازون. في مشكله في الحاجه او مفيش مشكله عايز ترجعها في خلال 14 يوم وما بعدلاش بيرجعها لك. طب المشكله ان انت بهدلت الموبايل جامد او بهدلت حاجه جامد ورجعها لي فعلا. تشتري لما تلاقي التقييم او البيع امازون. ممكن تغير امازون العالميه وتشتري الحاجه اللي بتشحن بواسطه امازون وموجوده في مخزون امازون.
هتطمن ان الحاجه جايه لك دي اوريجينال، وهتطمن ان الحاجه اللي جايه لك دي، الشاشه اللي جايه لك دي ممتازه. طب في استرجاع في خلال 14 يوم؟ في استرجاع، هتخسر مصاريف الشحن بس انا بالنسبه لي ادام الحاجه جات لي كويسه وما فيهاش اي مشكله، ليه ارجعها؟ ينفع اطلب من بره مصر؟ ينفع، وبيشحنوا لمصر، وممكن اعمل لكم كورس كامل ازاي تبيع امازون العالميه، ازاي تبيع في امازون امريكا. بس نشد حيلنا في التفاعل شويه. تطلب موبايل من بره مصر، انا ده بدون اي مبالغه طلبت حاجات كتير جدا، طلبت اللابتوب ده من امازون العالميه، تمام؟ انا وجالي زي ما انت شايف حالته كويسه، جديد، ومعاك ضمان، ممكن ترجعه وممكن تغيره. تجربه شخصيه، بس تجربه الشراء في الاول وفي الاخر دي بترجع لي. فتقييمي للشراء من امازون، انا بالنسبه لي لو انا هشتري من توكيل وهشتري من امازون، هشتري من امازون. رايك كانت تجربه مستخدم، تحس ان هم متسولين شغالين، مش بيشغلوا موظفين، لا متسولين بمعنى اصح. بعض الناس انا ما واجهتش حد محترم في رايه، يعني الناس اللي هي هم لمين شله. عارف امازون حتى لو البايع لو البايع حتى وحش ما يقدرش، بيخاف من الشركه، يخاف يترفض، يخاف يتخصم له، فبيمشي زي الساعه. في رايي لا، عربجه وشغله زباله. تحس ان انت يعني مثلا واحد زيك محترم بريميوم يخش رايه، يحس ان هو بيتكلم مع عرباجي في سوق، صوته عالي وبيجعر وناس بتتبارد عليك. فبالنسبه لي امازون كانت احلى شركه عالميه في مصر، تقييمي ليها 10 من 10. اشتري حتى التوكيل، امازون بالنسبه لي احسن من التوكيل. رايه 0 من 10. ونخش على جزئيه تانية وهي اي باي. اي باي ده كنز عندك تطلب منه ومضمون، بس ازاي ما تقعش في الفخ. ممكن يبيع مستعمل، ممكن تبيع انت عليه، ممكن تشتري مستعمل، ممكن تشتري جديد، موبايلات، اكسسوارات، كاميرات، كل حاجه، لابتوبات، كل حاجه. لان بصراحه اسعار الحاجه هنا في مصر، التاجر بقى يعني الواحد مش عايز يقول، بقى ملحد كافر التاجر ده، مش عاوز يطلع الجنيه بتاعه يجيله ب 5000 جنيه الجنيه الواحد. فلما احنا نتوجه للكلام ده، على فكره انا بحاول ان انا على قد ما اقدر ان انا ما بينلكش غضبي ولا استيائي، لكن غصب عني في انا بتعامل معاك كانك انت اخويا او صاحبي، فبشرح لك، مش اللي هو لا واطلع ابين لك بقى ان انا بروفيشنال و في اي بي والكلام ده. لا، انا اللي بيجي في بالي بقوله، والناس بتحب الكلام ده، تحب الاسلوب ده، تحس بان انا لما ايموشن بتاع وشي ان هو يبقى طبيعي، مصداقيه، واخدين معايا على المصداقيه. المهم اي باي ده بتبيع عليه مستعمل وبتبيع عليه جديد. ازاي ما تقعش في فخ اي باي؟ اقرا الوصف كويس، اقرا سياسه الاسترجاع كويس جدا. ما تدفعش الا لما يعمل لك منتج بالفيديو، كلمه في الرسائل يعمل لك منتج بالفيديو. ناس كتير حاطه صور الشحن وبيوصل لك كذا 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 كذا، طب وصل لك وفي كسر، ارجع للصفحه بسرعه، هيبعتوا لك واحد تاني، واللي يجي يبعت لك ده هياخد ده مكان ده. ما تشتريش اي باي بالذات، ما تشتريش من التقييمات غير لما تكون 98%. كنا قلنا قبل كده 95% على امازون وعلى علي اكسبريس، لا اي باي 98%. وشوف اقرا التقييمات، شوف ده حصل له ايه، ده حصل له ايه، اتعلم من تجارب غيرك، وابعد عن الشر وغني له. يعني انا مثلا لو لقيت واحد بيبيع بسعر كويس، ناس بتقول له مونتي جي 75، بضرب لك مثل باقل حاجه لو انت مش فاهمني. ناس بتقول له مونتي جي 75، ناس بتقول وحش وناس بتقول حلو. ابعد عن الشر واغني له، بريح دماغي. شركه بنت فيها مشاكل، ناس بتقول لك وحش، انا اجيب اللي كله بيقول عليه حلو. طبعا اخر طريقه بقى نيو اي جي جي. الطريقه دي مضمونه جدا، لان الناس دي مواقع موثوقه ومعروفه جدا في امريكا. اتاكد من الكلام اللي انا قلت لك قبل كده، ان انا البايع ولازم يكون فيريفايد و98% والكلام ده، بتوكل على الله وبعدها واشتري. بس انا خلصت. مجرد ما قلت لي انت محتاج انت تجيب موبايلات او قطع اكسسوارات من بره، ما اكتفيتش بس كل حاجه بقولها لك، انا عايز اعرفك كل حاجه، عاوز اديك تجارب انا خدتها مكانك. ولو عجبك الفيديو لايك وفولو، صلى على النبي، ومع السلامه.